مرحبا بالجميع بقناة أسهار سومرية. اليوم عندنا طريقة عمل البرياني العراقي. بالنسبة للمقادير اللي أحتاجها، استعملت هنا رز أو تمن، بازالية، بوتيتا أو بطاطا، جزر، شعرية، كشمش، وما ننسى البصل. وإذا حابين تحطون نوع من المكسرات على حسب رغبتكم. وهذا طبقنا لليوم البرياني العراقي، هذا شكله. من بعد ما خلصته حبيت أعرضه من البداية بس شوفوا لي المنظر من أطيب ما يكون. هنا أنا قليت البطاطا والبوتيتا والجزر والبازالية، وضفت عليهم الكشمش والبصل، كلهم قليتهم وحدة بوحدتها، وبعدين خلطتهم سوا، وضفت عليهم هنا بهارات البرياني، وضفت عليهم القليل من الفلفل الأسود، وزدت عليهم شوية من القرفة أو الدارسين، وراح أقلبهم هنا سوا حتى تتداخل كل النكهات. بحلة على النار ضفت هنا زيت، وراح أضيف عليها كوب ونص من الشعرية، راح أحمسها بهذا الشكل لحد ما تحمر. ومن بعد ما تحمر ويصير هذا شكلها، أضيف عليها المي الساخن قليل طبعا أضيف لها، وراح أضيف عليها ملعقة من السكر، وملعقة من الهيل تعطيها نكهة كلش طيبة، وممكن تضيفون عليها رشة ملح. أخلطها سوا لحد ما ينشف الماء. من بعد ما نشفت راح أشيلها من على النار. هذا صار شكلها. هنا راح أضيف عليها بقية الحشوة اللي قليت كل من على جهة. أضيف عليها البصل والبازاليا والبوتيتا والجزر والكشمش، وراح أقلبهم كلهم سوا. وهنا أنا أكون جهزت الحشوة اللي راح أضيفها على التمن أو الرز. هذا شكلها صار بالنهاية. وبالنسبة هنا راح أستعمل قطع الدجاج، قطعتها بشكل جوانح، أو تقطعونه بشكل مكعبات حسب الرغبة. مجهزتهم مسبقا وغاسلتهم بشكل جيد بالخل والملح، يعني جاهزات فقط للطبخ. وبحلة على النار ضفت هنا قليل من زيت الزيتون، راح أضيف عليها بصلة مقطعة، من بعد ما تغير لونها راح أضيف عليها قطع الدجاج اللي قطعتهم بشكل جوانح أو مكعبات على حسب رغبتكم. أبدي هنا شوية أحمسها بالزيت والبصل.
من بعد ما غلى الدجاج راح أضيف عليها بهارات برياني، وأضيف عليها شوية من الدارسين والفلفل الأسود والكزبرة، وأظل أحمس بيهم لحد ما تتداخل كل المكونات والنكهات سوا. أعزائي إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى توصلكم الإشعارات الفيديوهات اللي أنزلها. بعدين ضفت عليها القليل من الماء الساخن، تقريبا هنا استعملت كيلو من الدجاج. أضيف عليه كوبين أو كوب ونص من المي الساخن، وأضيف عليه هنا الملح يعني حتى أكمل استواءه. هو مستوي بس راح أكمل استواءه. من بعد ما نشف الماء أقلبه شوية وأطفي عنه، وهذا شكله راح يصير. هذا الحشو مال البرياني اللي جهزته راح أضيف عليه الدجاج، وهم نزيد عليه شوية من بهارات البرياني، يعني أزيد النكهة شوية، وراح أبدي أقلبه كله سوا. زدت من البهارات على الحشوة لأن هذه الحشوة كمية يعني زينة، كمية عائلية. طبعا البرياني العراقي أطيب فطور رمضاني. وهنا أنا جهزت التمن أو الرز، راح أضيف عليه شوية من بهارات البرياني، تقريبا ملعقة طعام. طبخت الرز بالطريقة العادية، وهنا من بعد ما نشف الماء هدرته وكملته. من اكتمل عندي الرز والتمن ضفت عليه الحشوة بالتدريج، وأبدي أقلب بيه سوا. كل الحشوة اللي عندي راح أبدي أضيفها. وهنا بطبق التقديم راح أبدي أحط البرياني العراقي على الطريقة العراقية، لأن للبرياني هواي طرق للحشو، كل بيت وحسب رغبته. هذه طريقتي بعمل البرياني، والنتيجة كلش طيب. أعزائي إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.